صباح الخير. الكلمة دي أنا عايز أوجهها للرئيس السيسي ووزير الداخلية. في مصر في لاجئين من دول مختلفة، ومصر فتحت لهم أبوابها ومرحبة بيهم، بيشتغلوا وبيعيشوا ومحدش اعترض. إنما لما يعتدى على مواطن مصري من 3 أفارقة وتتبتر إيده ومحدش يجيب حقه، يبقى احنا بنهرج. اللي يجي البلد هنا يحترم أهلها ويحترم قوانينها ويحترم الأرض اللي هو قاعد فيها. غير كده يمشي بالأدب، لأن أي مصري غيور على بلده وعنده كرامة مش هيرضى بالإهانة اللي اتعرض ليها الشاب المصري اللي اتبتلت إيده. سيادة الرئيس لازم وضع حل للاجئين في مصر، إنه يلزموا حدودهم ويعرفوا يعني إيه قيمة المواطن المصري. سيادة وزير الداخلية، حضرتك وكل ضباط وأمناء وجنود الشرطة أقسمتوا على حفظ الأمن وحفظ مصالح المواطن المصري. ما ينفعش تتبتر إيد واحد والدولة بتتفرج على اللي عملوا كده فيه. عايزين موقف حاسم من المجرمين دول، وتمنياتي بكل خير للشعب المصري.